بتبدأ الحكاية سنة 1944 أيام الحرب العالمية التانية. الجو بيكون مضطرب جدا والفوضى في كل مكان، وبنتعرف على قائد بحري تابع للجيش الأمريكي اسمه إلياس. الفرقة بتاعته اتعرضت لهجوم شرس جدا من الجنود اليابانيين، والمهمة بتاعتهم فشلت في الآخر، وللأسف كل المعدات بتاعتهم اتدمرت وبيموت عدد كبير جدا منهم. ولكن إلياس بيهرب من هناك بأعجوبة كبيرة، وفجأة بعد فترة بيلاقي نفسه وسط البحر بعوامة، والوضع كان خطير جدا عليه ومش عارف هيوصل للبر ازاي. وبيحاول يحدد موقعه صح علشان يقدر ينقذ حياته من الموت، وبالصدفة بياخد باله من جزيرة قريبة جدا منه، وما بيصدق انه اخيرا هيوصل للشط، وبيروح في الاتجاه بتاعها على امل يلاقي حد هناك يساعده. واول ما بيربط العوامة اللي معاه بيجري بسرعة على الجزيرة وبيبدأ يدور على اي شخص يقدر يساعده. وبيفرح جدا لما بيلاقي نهر يشرب منه، وبيترمي على الارض وبيفضل يشرب بكمية كبيرة جدا من كتر العطش. وبعد ما بيرتاح شوية بيقف تاني يدور في الجزيرة براحته، وبيستكشف ان فيها كل معالم الحياة، بس مفيش ولا بشري قبله لحد دلوقتي. وبيفضل لوحده بعد كل ده. ولما بيمشي اكتر في قلب الجزيرة بيلاقي كنيسة قديمة جدا، وبياخد نفس عميق وبيتمنى يلاقي اي شخص جواها. وفعلا بتظهر رهيبة اسمها انجل، وبتخرج من الكنيسة تنظف قدام الباب، وبتتخض جدا لما بتشوف شخص غريب واقف في جنب بيبص عليها. الياس بيحس انها خايفة منه وبيحاول يطمنها على قد ما يقدر، وبيأكد لها انه مش جاي يأذيها خالص، وبيبدأ يشرح لها انه جندي في الجيش الامريكي، وبيستغرب ان انجل عايشة لوحدها في مكان مهجور. وبعد شوية بتعرض عليه يدخل يقعد جوه ويستريح، وعملت له كمان اكل لما اتأكدت انه مش هيأذيها. وأليس بيحس بفضول كبير وبيسألها بتعملي ايه هنا، فبتبدأ تشرح له قصتها الغريبة، وبتحكي له انها وصلت على الجزيرة دي مع الراهب بتاعها علشان ينقذوا الكهنة المسنين اللي كانوا عايشين فيها من القوات اليابانية. وللأسف بعد ما وصلوا كان فات الأوان، والجيش الياباني كان أسر كل الكهنة اللي في الجزيرة وأخدهم معاه. ومع الوقت الكاهن اللي كان جاي معاها هو كمان مات من المرض، وعشان كده فضلت لوحدها ومش عارفة تتصرف ازاي من ساعتها. وحتى اهلها اكيد فاكرين انها اسيرة عند الجيش الياباني ومحدش فكر يدور عليها. وعشان كده حاولت تتأقلم مع الوضع الجديد وتعيش وحيدة بدل ما تستسلم للموت. الياس بيتعاطف مع قصتها جدا، وبيحكي لها هو كمان كل اللي حصل معاه، وبيقول لها ان العدو هجم على الفرقة بتاعته في مهمة رسمية وخلص عليهم كلهم تقريبا، ودمر كل الحاجات اللي كانت معاهم، وان هو قدر ينقذ نفسه بصعوبة كبيرة لحد ما وصل على الجزيرة. وبيقرر بعدها إلياس ينام شوية، وبيصحى في نص الليل وبيلاقي أنجل قاعدة بتصلي بكل هدوء وبتدعي ربنا. وتاني يوم الصبح بدأ يساعدها ويلف معاها في الجزيرة علشان يجمعوا أكل ليهم، وبيطلع على شجرة وبينزل لأنجل كمية كبيرة من الفواكه والخضار. وبعد ما بيخلص بيشوف انهم لازم ياكلوا بروتين، وبيلاقي سلحفاة خارجة من البحر وبيقرر انه يصطادها، وبيصمم يفضل وراها لحد ما يصطادها. وبتوافق انجل تروح معاه وتتعلم اكتر، ومن كتر ما هو قوي وشاطر بيمشي أليس وانجل لحد ما بيطلع للعوامة بسلام وبيصطاد السلحفاة في الاخر. وبيرجعوا للشط تاني وبيعملوا الاكل وبيقعدوا يستمتعوا بكل هدوء، وبيتكلموا كمان عن مصيرهم وهم بياكلوا. انجل بتفكروا ان الجزيرة فيها كل سبل الحياة، ولو ما جاش اي حد علشان ينقذهم هيقدروا يعيشوا هنا بسلام. وبيكون عندها فضول تعرف اكتر عن حياة الياس الشخصية، ولما بتسأله بيقول لها انه يتيم وتربى في دار الايتام لحد ما كبر وبدأ يواجه الحياة لوحده. وبالصدفة انجل كمان بتقوله انها يتيمة وتربت مع الراهبات وعندها ايمان وعقيدة قوية جدا. وبالرغم من الاختلاف الكبير اللي بينهم، بس انجل بتحس ان روحها اتعلقت بيه بسرعة، ومع الايام بيقربوا من بعض اكتر. وفجأة في يوم بيسمعوا صوت الطيارات الحربية التابعة لليابان، وبيروحوا يقعدوا في كهف لحد ما الدنيا تهدى شوية. وبتوافق أنجل على فكرته، وبياخدوا شوية أكل ليهم في الكهف. وبيحاول إلياس على قد ما يقدر يطمنها إنه معاها ومش هيسيبها أبدا. وبيخرج كل شوية يشوف الدنيا بره أخبارها إيه والعدو فين دلوقتي. وبتفضل أنجل قاعدة على أعصابها وطول الوقت بتدعي ربنا وبتتمنى كل ده يخلص على خير. ولكن فجأة المكان كله بيبدأ يتهز بيهم من كتر الانفجارات، وحتى كمان الكهف بيتهز، فبيخافوا جدا. وبيتكلم إلياس مع أنجل علشان يشتت نفسه شوية،
وبيحاول يخفف عنها بالرغم من الخوف اللي هو حاسس بيه. والمشكلة ان بعد ما الانفجارات بتخلص بيلاقوا ان الكنيسة وكل المباني بتاعتها بقت مجرد انقاض، ولما بيلفوا شوية بيلاقوا ان عوامة الياس باظت وخلاص مبقاش فيه اي امل يخرجوا من الجزيرة دي ابدا. وقبل ما يستوعبوا اللي بيحصل بيلاقوا جنود العدو راجعين تاني للجزيرة وبيجروا يستخبوا منهم بسرعة. والياس بيمسك السكينة في ايده وبيكون مستعد لأي حد ممكن يهجم عليهم، وبيصمم يحمي أنجل لحد آخر نفس ليه. ومن حظهم الحلو إن الجنود ما خدوش بالهم من مكانهم خالص. وبعد فترة بتتعب أنجل من كتر الجوع والعطش، وبتشوف إنهم لازم يسلموا نفسهم للعدو أحسن بدل ما يموتوا، وبتقترح عليه هرب هو وتروح هي تسلم نفسها علشان تشتتهم. وبتكون فاكرة إنهم مستحيل يقتلوا رهيبة زيها. وطبعا أليس عارف ومتأكد إن معندهمش أي رحمة وهيقضوا عليها أول ما تظهر قدامهم في ثواني، وعشان كده رفض الفكرة دي خالص. وبيقول لها إن دول ممكن يعملوا فيها أي حاجة وحشة جدا بسبب الحرب، ومش هيسيبها تضيع نفسها على الفاضي. وبيطلب منها إنها تهدى، وبيحاول هو يصطاد من غير ما حد يشوفه أو يحس بيه. وفعلا بيقدر يعمل كده بس بصعوبة كبيرة جدا. وبياخد السمك وبيرجع بيه لأنجل عشان تاكل بسرعة من كتر الجوع. وطبعا دي بتكون مشكلة كبيرة لأنجل لأنها مش بتاكل سمك من ساعة ما بقت رهيبة، وبتحاول تبلع بصعوبة علشان تسد جوعها مش أكتر. لكن في الآخر مش بتقدر تضغط على نفسها وبتروح تنام من كتر التعب والجوع. وقتها الياس بيضطر يخرج تاني وبيحاول يجمع شوية أكل من جنب المعسكر بتاعهم. وفجأة بيقرب جندي منه وبيجري بسرعة يستخبى ورا صناديق الأكل. وللأسف بيفضل محبوس في مكانه لحد الفجر مش عارف يتحرك بسبب الجنود، وبيفضل على الوضع ده لحد ما الدنيا بتهدى. وتاني يوم الصبح بياخد الأكل بسرعة. وفي نفس الوقت ده أنجل بتقوم من النوم وبتلاقي نفسها لوحدها، وبتفكر إن إلياس هرب وسابها أو ممكن العدو أخده وقتله. وبتفضل تعيط من كتر الخوف والتفكير. ولما بتخرج عشان تدور عليه بتلاقيه في وشها على طول، وكل الخوف اللي كان جواها بيتحول لغضب منه. وبتبدأ تتخانق معاه وتلومه انه بيعرض حياته للخطر كل شوية، وبتلومه انه خرج من غير ما حتى يبلغها علشان تكون مطمنة عليه. وبتطلب منه ان اللي عمله ده ما يتكررش تاني وما يتحركش تاني من مكانه ابدا قبل ما يبلغها. وتاني يوم علشان يفرحها شوية بيجمع لها شوية اخشاب وبيعمل لها زي سرير، وبيحكي لها عن حياته وبيقول لها انه كان بيتمنى انها تعيش حياة عادية وتحب وتتجوز. فشرحت له أنجل إنها لسه ما خدتش القرار النهائي بتاعها، وإن أي رهيبة بيكون لها الحق تفكر وتاخد القرار خلال 5 سنين. وبتحس إنها لغاية دلوقتي مش قادرة تاخد قرار نهائي وبتفكر في الموضوع. فبيفرح إلياس جدا ساعتها وبيحس إن في أمل إنه يفوز بيها. ومن كتر الفرحة بيفضلوا يجروا ويلفوا شوية في الجزيرة وينادوا بصوت عالي. وبيفرحوا أكتر لما بيلاقوا الجنود سايبين إمدادات كتيرة جدا تكفوهم لفترة بدل ما يفضلوا يدوروا على أكل ليهم كل شوية. وفجأة إلياس بيعترف بحبه ليها وبيقول لها إنه حبها من أول نظرة، وبيطلب منها تفكر في موضوع الراهبات ده وتبعد عن السكة دي خالص علشان يتجوزوا ويفضلوا مع بعض طول العمر. لكن أنجل بتتوتر وبتحس إنها مش قادرة تاخد قرار، وبتقوله إنها حابة تكمل في طريق الدين وتساعد الناس ومش عايزة تضيع كل ده علشان مجرد راجل. وبالرغم من حزن إلياس ولكنه بيحترم قرارها وبيعتذر لها لو كلامه ضايقها، وبيقرر إنه يقفل الموضوع خالص. وبالليل بيقعدوا ياكلوا مع بعض، وإلياس بياخد إزازة عرقسوس من اللي كانت معاهم وبيشربها كلها وبيفقد وعيه. وبعدها بيبدأ يضايق أنجل وبيتقرب منها بالعافية لحد ما هي بتتعب منه وبتهرب لبره بسرعة وسط المطر. ولما بيرجع إلياس لوعيه بيحس بالكارثة اللي عملها وبيحاول يدور عليها في كل مكان ولكن مش بيلاقي لها أي أثر. وبيفضل كده لحد ما بيلاقيها الفجر نايمة في الأرض وتعبانة جدا من كتر البرد. وفجأة في الطريق بيشوف طيارات العدو بتقرب عليهم، فبيضطر يروح بها للكهف تاني. وبتتعب أنجل أكتر وصحتها بتتدهور، وبسبب وضعها الحرج إلياس بيحس إنه لازم ينقذ حياتها. وبيجري على مخيم الجنود وبيسرق شوية بطاطين وأكل وأدوية. ولكن قبل ما يمشي بيشوف واحد منهم فبيضطر إنه يقتله بالسكينة بتاعته وبيخبي جثته علشان محدش يشك في أي حاجة. وبيرجع بسرعة تاني للكهف وبيبدأ يهتم بأنجل وبيديلها الأدوية وبيدعي إنها تتحسن في أسرع وقت ممكن. وتاني يوم بتفوق أنجل ومن كتر التعب اللي كانت فيه مش فاكرة إيه اللي حصل بالظبط.
ولكنها بتحس إنه تعب جدا علشانها واهتم بيها، فبتشكره على اللي عمله. وفي نفس الوقت إلياس بيعتذر لها على اللي حصل منه وبيطلب منها تسامحه لأنه فعلا ما كانش في وعيه. وقبل ما يكمل كلامه بيسمع صوت ضرب نار بره وانفجارات كتيرة جدا، وده لأنهم اكتشفوا جثة زميلهم وبدأوا يضربوا ويفجروا في كل مكان على الجزيرة. وإلياس بيسمع صوت عالي بينادى عليه وبيطلب منه يسلم نفسه بدل ما يرمي عليه قنابل يدوية ويموتوه في الآخر. وبتفضل أنجل تصلي وتدعي ربنا إنه يخرجهم من الوضع اللي هم فيه، وده لأن خلاص مفيش قدامهم أي حل تاني. وبتفضل تفكر هتتصرف ازاي لو إلياس حصل له حاجة. ولكن فجأة الحل بيجي من عند ربنا، وبيوصل الجيش الأمريكي للجزيرة وبتحصل حرب كبيرة بين الطرفين. ولما إلياس بيحس إن زمايله في خطر بيصمم يساعدهم وبيروح يفك المدافع بتاعة العدو. وبرغم خوفها ولكنها بتساعده وبتروح معاه. وبيعمل إلياس مجهود كبير جدا لحد ما يعطل كل المدافع، وبيحس إنه كده أنقذ جيشه وزمايله. وبعدها بتلاقيه أنجل مصاب وواقع في جنب، فبتجري عليه بسرعة علشان تساعده. وفي الوقت ده بيقول لها إلياس إنه خلاص بيموت، فبتعيط عليه أنجل بكل حزن وبتقوله إنها مش هتقدر تكون معاه في الدنيا لكن حبته من كل قلبها وبتتمنى يتقابلوا تاني في الآخرة. وفي الآخر الجيش الأمريكي بيستولى على الجزيرة وبينتصر على جيش العدو، وبيفرحوا لما بيلاقوا إلياس لسه عايش لأنهم كانوا فاكرينه مات في المهمة اللي فاتت. أما أنجل فبتروح معاه وبتقرر إنهم يفضلوا أصحاب للأبد بما إنهم مش هيعرفوا يتجوزوا.